السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم من مصر في فيديو جديد بمناسبة شهر رمضان الكريم. يا معلم تعال اقول لك ازاي تعمل السمبوسة الجامدة دي معاك في الدايت وتدلع بيها الدايت بتاعك، ودايت ومن غير ولا نقطة زيت. واقول لك كمان على التركايه ازاي تلفها منك عشان تطلع بالشكل المثلث اللي كلنا بنحبه، ومن غير ما تتفتح معاك في التسوية يا معلم، ومن غير بقى ولا دقيق ولا حاجة. وهنعمل كمان حشوة جميلة جدا، وتابع معايا الطريقة خطوة بخطوة. هتبدأ بان انت تنزل ب5 جرام زيت في الطاسة بتاعتك يا معلم، وتنزل عليهم ب50 جرام بصل متقطعين مكعبات زي ما انت شايف كده، وتقلبهم شوية. بعدين تنزل عليهم ب5 جرام توم وتقلبهم لحد ما التوم ريحته تطلع والبصل يبدا يبقى شفاف. وتنزل عليهم ب200 جرام لحمه مفرومه يا معلم، بس انا اللحمه كانت عندي مجمده فقعدت اقلبها شويه لحد ما تفك. هتفك وارجع لك يا معلم. بعدين ننزل عليهم ب100 جرام من صلصه الطماطم المضروبه في الخلاط، طماطم فريش طبعا يا معلم، وتقلبهم لحد ما اللحمه تبدا تستوي والطماطم تبدا تتسبك. وتنزل عليهم بالبهارات الاساسيه، ملح وفلفل اسود وكزبره و7 بهارات، وممكن تحط اي حاجه تانية لو حابب. وبس كده هيبقى معاك الحشوه الجامده دي، تقدر تحطها على المكرونه او تعمل بيها السمبوسه او اي معجنات تانية. واكتب لي الوصفه اللي انت نفسك فيها في اول تعليق. وبعدين بقى هتبدا في الخطوه الاهم، وان انت تلف السمبوسه بتاعتك. هتبدا بان انت تحط كميه حشوه ولا كتيره ولا قليله، وتبدا تلفها بالتكنيك ده. اهم حاجه تكون متساويه من تحت زي ما انت شايف كده، مش مهم تكون خارجه من الجنب زي ما انا بعلمك كده، لكن لما تجيبها على الجنب التاني لازم تبقى مظبوطه بالمسطره. وطبعا تلفها كده تاني وتلفها لحد ما ورقه السمبوسه تخلص معاك. وخليك فاكر ان هي مش هندسه يا معلم، وعادي لو ما طلعتش معاك بالشكل كويس. اهم حاجه يكون طعمها جامد وتكون دايت يا معلم. انا عشان بعرف الفها طلعت معايا كويس جدا وبسهوله، وقفلتها بالشكل ده ومش تفتح معاك بالسوا، ومن غير بقى ولا ميه ولا دقيق. ودي طريقه كمان اسهل لو انت مستصعب الطريقه الاولانيه يا معلم. هتبدا ان انت تلف السمبوسه اول لفتين وتحط فيها الحشوه، وبعدين تقفلها كويس كده وتكمل لف زي ما انا قلت لك. اهم حاجه لما تجيبها على الجنب الشمال تكون مستويه بالمسطره على ورقه السمبوسه، لكن لما تجيبها على الجنب اليمين مش مهم تبقى مستويه من فوق، ممكن تبقى خارجه من الجنب شويه، اهم حاجه تبقى مستويه من تحت. وعيد الفيديو مره واتنين لو ما فهمتش الطريقه، لان والله برضو هي مش صعبه خالص، والشكل بيبقى جامد ويستاهل التعب في النهايه. وطبعا ممكن تحشيها بالحشوه اللي انت عايزها. يعني انا كده مثلا جبت شويه جبنه رومي وبشرتهم وهحشيهم بيها. وطبعا ممكن تحشيها باي حاجه انت عايزها، بس الشرط تكون صحيه شويه وتكون دايت. وطبعا ممكن تحشيها بخلطه الجبنه القريش اللي هتخليك تدمن الجبنه القريش، اللي هنزل لك الفيديو بتاعها كمان اسبوع. واكتب لي في التعليقات نفسك في فيديو ايه الفيديو الجاي، وما تنساش تقول لي كمان انت بتقول عليها سمبوسه ولا سمبوسك. وبعدين هنبدا نلف الكميه كلها يا معلم. هرجع لك تاني بعد ما خلصت الكميه. وبس كده انا كده خلصت الكميه كلها اللي كانت معايا ولفتهم كلهم. هنبدا بقى بالتسويه. ممكن تسويها في الفرن او في القلايه الهوائيه، وممكن انزلك فيديو يوريك ازاي تنزلها في الطاسه وتسويها بدون ولا نقطه زيت. لو انت مهتم اكتب لي في تعليق. هتبدا ان انت ترصها على الشبكه بتاعتك سواء في الفرن او في الاير فراير، وتدهنها بنقطه زيت بسيطه قوي دي للون بس، وممكن تستغنى عنها. بعدين هتدخلها في الفرن على درجه حراره 200 لمده 10 دقائق، وما تنساش تقلبها في النص زي ما انت شايف كده. وعلى حسب برضو قوه الفرن بتاعك ممكن تقعد من 8 ل 12 دقيقه. وده المنظر الجامد في نص السوا زي ما انت شايف يا معلم. وبس كده تبقى عملت السمبوسه الجامده دي دايت، والواحده فيها من 70 ل 80 سعره حراريه. وممكن كمان لما تعملها بالجبنه القريش يكون فيها بروتين اعلى وسعرات اقل من كده بكتير. وبس كده يا معلم، اتمنى اكون افدتك، وما تنساش تعمل لي لايك وكومنت وتشيرها لحد هيستفاد بيها. وكل سنه وانت طيب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.